احنا ازاي بنرضي الطفل اللي جوانا؟ الطفل اللي جوانا ده محتاج شوية حاجات كده يعيش بيها. مثلا لما ينزل حاجة جديدة في وجبة من الوجبات ال- اللي هي مضرة يعني للأطفال، يبقى هو عاوز ياخد منها. انا عاوز من دي، لسه نازله امبارح، بيقول لك دي مش عارفه فيها ايه، وعليها زماره وعليها عروسه. كان زمان بيعملوا كده. طيب لما حد يجيب لك شوكولاته او حاجه حلوه او بونبوني، انا فيها اسف، انا فيها باجي فيها في الحكايه دي، بفرح جدا. وانزل كمان لما تخلص اجيب شوكولاته لنفسي. وعلى فكره برضو لما بسافر ما بنساش ان انا اجيب عروسه صغننه. مش لازم عروسه بقى اللي هي مش عارفه ايه واغير لها والبسها وادلعها، لا. اجيب مثلا قطه بتنونو او كان زمان في فتره كانت لازم تنونو، مش عارفه ايه، يهوهو، الاسد يعني الحاجات دي. لا، انا بقيت اجيبها صامته. لكن عندي اللعب بتاعتي. لما يفرق معاك قوي ان حد يجي يقول لك الله انت حلو قوي النهارده، او الله انت النهارده جميل، ايه الطقم الحلو ده. بس للاسف انا عندي حاجه، جهاز بكشف الكذب. بفرح قوي لما يتقال لي كده ويكون عن جد. الله انت النهارده حلوه قوي، يا سلام يا فرحه. آه لما تلاقي نفسك محتاج تصرخ وتقول انا عايز امي، وانت بعد الشر عليك يعني ما يكونش ماما في الحياه. ساعات الواحد بيحصل له كده، انا عايزه ماما، لا ماما موجوده. لما تتفرج على كرتون وتستنى الجزء التاني، انا ما بستناش الجزء التاني، انا بتفرج على كرتون ميكي ماوس. يا سلام. والست اللي هي ما بتبانش راسها دي، الست التخينه اللي بتمشي دي ورا تضرب القطه وتجري ورا الفار، دي موجوده، بحبها جدا قوي. علشان حاجه مهمه، عشان انا كبرت جدا فبلعب العاب على الايباد. الالعاب دي بتصحصح المخ. انا نصيحة مني من ماما نجوى ان ده سر من اكبر الاسرار، علشان يبقى دايما عندك قوة الذاكرة، الانتباه، تقييم الوقت، انك تخلص دي في 3 ثواني، انك تخلص دي جيم اوفر تبقى انت عملت 30 ثانية. كمان في حاجة مهمة جدا، الكلمات المتقاطعة. الواحد اتربى على الكلمات المتقاطعة وهو قد كده. السودوكو برضو، الديجنج ماين اللي هي بيحفروا عشان يدوروا على الالمازات والذهب. ده برضو عايز تبقى عندك توقيت، السرعة في اتخاذ القرار، دي برضو حاجة مهمة جدا.